Révision 2, on va voir comment développer, comment factoriser. كيفاش نفاكتوريزي واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك، يعني واحد التعبير رياضي، كيفاش اننا يمكن لينا نعملوه. كيفاش اول حاجه كيف ما كتلاحظوا عندنا ان الفاكتوريزاسيون، ان الديفلوبمون باش ديفلوبي كيكون عندنا على شكل برودوي، حنا كنصرو كيولي عندنا على شكل واحد الصون، يعني كيولي واحد الصون، صون اي سوستراسيون جمع وطرح. اما بالنسبه للفاكتوريزاسيون كيكون عندنا على هذا الشكل وكيتحول لهذا الشكل، يعني كيولي على شكل برودوي، يعني كيولي على شكل ضرب. بالنسبه للديفلوبمون كنشدو باغ اكزومبل هنا عندنا كا فوا ا بليس بي، هذا كيتسمى هو العامل المشترك اللي هو فاكتور كومان. شنو كنديرو ليه؟ كنشرو يعني ك فوا ا، وكنشرو عاوتاني ك فوا بي، هذا هو النص. ك فوا ا هاهي حطينا هنا، من بعد حطينا هاد الاشاره اللي كاينه هنا اللي هي زائد، من بعد كنديرو ك فوا بي، نشرنا عاوتاني. اما بالنسبه للفاكتوريزاسيون كنجيو هنا كنقلبوا على العامل المشترك اللي هو الفاكتور كومان. في الاول في الديفلوبمون كيكون عندنا على شكل واحد انها معمله، يعني على شكل ضرب، كاين عامل مشترك كنصرو، هذه هي الديفلوبمون، هي اللاصق. فاكتوريزاسيون كيكون عندنا هي منشوره، حنا خاصنا نجمعوها يعني تولي على شكل برودوي. العامل المشترك هنا في هذه الحاله ديال الفاكتوريزاسيون هو كما كنلاحظوا هنا. قبل ما الا قال لك عمل، قبل ما تعمل خاصك تلاحظ ليكسبرسيون كامل، يعني التعبير الرياضي كامل خاصك تشوفه، يعني تشوف تقلب على العامل المشترك خاصو يبان واحد العدد يعني كيتشاف. لا بحال كانت عندنا اكس اكس، بحال كانت عندنا 3 اكس زائد 3 اكس، بحال هاد ليكزامبل 3 اكس زائد واحد 4 اكس. هنا في هذه الحاله العامل المشترك هو اكس، يعني غادي نعملوا به، يعني شو عندنا 3 زائد 4 نضربوها في اكس. هاد التعبير سوا كتبتها بحال هكا، سوا كتبتي 3 زائد 4 هو اكس، سوا تكتبها بحال هكا اكس عند الضرب. الا ما كتبتش فيها راه باينه اكس قوس، يعني هاك يعني زائد 4 بحال الضرب تبادل. مانتون اون باس ليكزيرسيس. بالنسبه للتمارين الشباب، اول حاجه جيب واحد ورقه وستيلو، حاول تخرج التمارين حتى الاول. اما انا بالنسبه لي نخرج لكم وحده فيهم ياك، وانتم حاولوا خرجوا الثانيه. بالنسبه كل واحد في لي كومونتير بحال خرج شي بي، بحال نخرج لكم دابا ياك، وانتم خرجوها في الوثائق، يعني دير الوثائق شوف تاكد من نفس الريزلطه ولا لا، واش فهمتي ولا لا، واش فهمتي ديك الخاصيه ولا. نتوما خرجوا هادشي في الوثائق دابا، بوزي الفيديو بالورقه والستيلو خرج. السؤال شنو قال لك ديفلوب لا كيسيون اي ديفلوبي بوي ريدوير. من بعد قال لك اول حاجه قال لك ديفلوبي ثم ريدوير لي زيكسبرسيون سويت، نشر ليا من بعد بسط. انا غناخذ ليكزومبل الاول اللي هو عندنا ايكال 3 مضروبه في 2 زيكس موان 4 بلس 5 فوا 3 موان اكس. هنا كيف ما كتلاحظوا اول حاجه اش قال لك ديفلوبي، كتسمع ديفلوبي اللي هي النصر، يعني نشر ياك. النصر كيف ما شفنا في الخاصيه كتكون عندنا ك فوا ا بلس بي، كنشطبوا هاد ك كنشروه هنا وكنشروه هنا، يعني تولي عندنا ك فوا ا بلس ك فوا بي، هذا هو النصر. غنجيو هنا شنو غنديرو الشباب، يعني غنصرو هاد الثلاثه هنا، يعني 3 في 2 شحال، يعني في الحساب خصك تكون خفيف في الحساب. بالنسبه للدرس ركز لك واحد غينفعكم في الفيزيك، يعني كيفاش تنشر كيفاش ديفلوبي. المهم غينفعكم حتى في الفيزيك، ما فهمتيش الحساب راه مهم. الفيزيك لما تمشي تعرف هو تحسب راه مشكل. هذا هو الحساب، لا باز ديال الحساب، يعني لا باز ديال هو هذا. يكذب عليك الكاذب زعما يجيب لك شي حاجه طرز السيزي، لا باز ما فهمتش هذا تفهم به اي درس. يعني اي حاجه في الحساب ما توحلش. كيبقى لك الخاصيه كتفهمها، يعني الخاصيه بحال هاد ليكزومبل، هذه خاصيه الا فهمتيها صافي تولي تطبقها في خاصيات. بالنسبه هنا كما قلنا ديفلوبمون، يعني غنديفلوبيو الثلاثه نضربوها هنا وغنصروها ياك. 3 في 2 شحال اللي هي 6، 6 اكس ياك. كنحطوا هاد الاشاره اللي كاينه اللي هي ناقص، حيت هنا 3 راه عندها اشاره زائد. داك الدرس اللي درنا الاول قلنا الزائد
الزائد في الناقص اش كنديرو الضرب. الزائد الا ضربناه في الناقص 3 موجب ياك، والناقص كدير سالب باش ما كتعطيناش، تعطينا الناقص. هادشي علاش حطينا هنا الناقص. عندنا 3 في 4 اللي هي 12. نشرنا هادي سالينا منا، غنمشيو للبارتي الثاني اللي هي غنصرو هادشي 3 5 في 3 ونصرو 5 في اكس. 5 في 3 شحال؟ هي 15. و5 5 في ناقص اكس غتعطينا هي ناقص زائد في الناقص اللي هي ناقص 5 اكس. نكملو الحساب دابا غنبسطو. قال لك ديفلوبي بوي ريدوير يعني نشرو بس. غنبسطو يعني اللي عندهم نفس هاد ليكسبريسيون يعني عدد في واحد المجهول كنجمعوهم بوحدهم والاعداد كنجمعوهم بوحدهم. غنبداو 6 ناقص 5 اكس كيف ما كتلاحظوا هنا. ها هي كاينه هادي وكاينه هادي. 6 ناقص 5 اكس غتعطينا هي اكس ياك. عندنا هادو اعداد ناقص 12 مع 15 كيف ما كتلاحظوا هنا. عندنا ناقص 12 زائد 15 عندهم اشارتين مختلفين يعني غنشوفوا العدد الكبير هنا شكون هو 15. غنحطوا الاشاره ديالو 15 شنو هي الاشاره ديالو زائد. من بعد كنديروا الطرح بيناتهم. 15 نقسم من 12 عطينا 3. صافي هذه هي الريزلت ديال ليكزامبل الاول. حاولوا دابا حاولوا انكم تخدموا. هذه هي الريزلت ديال. حاولوا دابا نتوما تخدموا راسكم ياك، وحطوا لي في الكومنتيرات. نمشيو ليكزامبل الثاني في الديفلوبمون. شوفوا واحد ليكزامبل اخر بالنسبه لهاد ليكزامبل الاصدقاء. كما قلت لكم نخدم لكم وحده، يعني نختار وحده هما بحال نفس الميثود. سواء انا نختار بي نخدم بي غنخدمها لكم هنا، وانتوما حاولوا تخدموا ا و بي اول حاجه قبل ما نخدم بي وقف الفيديو نخدموا في ورقه الواتساب، يعني تلقى يديك شوف الاخطاء شنو غدير من بعد شوف التصحيح. هذه هي الميثود الوحيده اللي كتفهم بها اللوجيك وكتعرف الاخطاء اللي عندك. يعني في المال دابا انت في البكالوريا ان شاء الله تاخذ البكالوريا. الخدمه ديالك يعني في البريباراسيون ديالك غتكون بحال المال. راك تبازي على الكوريكتور، يعني الا ما كنتيش تبازي زعما كان على الكوريكتور كتعرف هادي علاش داروها هنا وهادي علاش داروها هنا فين درتي على الاخطاء راه ما عمرك كتعلم. ديما بازي على الكوريكتور، يعني خدم راسك من بعد شوف التصاور وشوف فين درتي الاخطاء. ما فهمتيش شي حاجه سول. الا ما كانش داك فهمتي اذا كان عندك مشاكل شي درس ولا شي بارتي سول شي هذا ما صححش مزيان سير هذه واحد عاوتاني صحح مزيان وانت غادي باش تفهم. المهم غنشوفوا هذا ليكزومبل اللي هو شوفوا بي. نفس لا كيسيون ديال قبيله ديفلوبي. اش عندنا بي ايكالا 6 اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 7. هنا نسدو القوس وهنا كاين ناقص 4 اكس او كاري ناقص 5 اكس ناقص 5. هنا شنو قال لنا الشباب؟ قال لنا اول حاجه نشر ياك باش غنشرو حنا باش غنشرو هاد ليزيكسبريسيون. اول حاجه كنشوفو هنا هادي هنا ما كاين والو، يعني راه كاين واحد مضروب هادشي في واحد. اي حاجه غضربها في واحد هي ديك الحاجه نفس. يعني هنا غتولي عندنا نحيدو الاخواس غتولي عندنا هي 6 اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 7 ياك باين. نجيو هنا للقوس الثاني. يعني هنا شنو عندنا ناقص تبع قوس. ملي كيكون قوس يعني غندخلو هنا الناقص غتدخل هنا ناقص في شي حاجه يعني كتحول الاشاره، يعني غتبدل لها الاشاره. يعني ناقص في الزائد غتولي عندنا ناقص 4 اكس او كاري. هنا ناقص في ناقص 5 غتبدل لها الاشاره يعني غتولي زائد 5 اكس. ناقص في ناقص تولي عندنا زائد 5. هنا في حاله قلتو كاين ناقص واحد. هاد ناقص واحد غتنصروا على هادشي كامل. فهمتوا هذا الشباب؟ دابا بقى لنا شنو؟ بقى لنا التبسيط. التبسيط كما قلت لكم كتشوف بحال دابا اللي عندها اكس او كاري مع اكس او كاري يمكن ليا نجمعهم ولا نقسمهم. عندنا 6 اكس او كاري ناقص 4 اكس او كاري اللي هي عطينا 2 اكس. على قلت شي ماطيشه ياك ماطيش هي اكس او كاري الباطا هي اكس واللي بقى الشيء الاخر شي حاجه عادي ديرها بواحد. فهمتي؟ بالنسبه للماطيشه كتجمعها بوحدها ياك هي اكس وكاري. بالنسبه لاكس اللي عندها اس واحد كتجمعها بوحدها واللي ما فيهاش الاكس كتجمعها حتى هي بوحدها تحسبها. كما قلنا هنا 6 ناقص 4 اكس او كاري اللي هي 2 اكس او كاري
ناقص 5 اكس مع ناقص مع زائد 5 اكس، في هذه الحاله هذه غتعطينا زيرو حيت متقابل ليه. غنختازلهم، غادي اختزلنا، من بعد تبقى لنا 7 زائد 5 اللي هي 13، هي زائد 13 عندكم نفس الاشاره، هي زائد 13. دابا غنمشيو الشباب للبارتيه ديال الفاكتوريزاسيون. في هاد البارتيه الدراري كيما قلت لكم غنخدم معاكم وحده وانتوما خدموا الباقي. بالنسبه لنا غنختار لكم وحده نطبقوا على ليكزون، نطبقوا على الخاصيه وانتم خدموا الاخرين. قبل ما نخدمها وقف الفيديو، خدم على راسك وتاكد من الجواب وشوف الطريق. غنختار لكم هنا في هذه الحاله ناخذ لكم السي. غنجيو هنا بالنسبه للسي باش نديروا الفاكتوريزاسيون اللي هو التعميل بالعربيه. قال لك هنا فاكتوريزي يعني عمي لي زيكسبرسيون سويت عمي. بالنسبه للتعميل كما قلنا في الخاصيه، اش قالت لنا الخاصيه نذكروا بهنا، ملي تكون عندنا ك ياك هو الفاكتور كوما ك فوا ا بلس ك فوا بي اش كتساوي لنا شبه هنا، تساوي لنا هي ك عامل يعني فاكتور كوما هو هذا اللي كيتشابه فيهم، كنحطو هنا عامل لي ا بلس بي. هادي راه مكايناش الدراري. فوالا الشباب نرجعو ليكزومبل ديالنا ذكرنا بالخاصيه. غنجيو هنا شنو عندنا سي est égal à 3x plus 5 facteur 3 moins 2x moins 3 3x plus 5 facteur 2 plus 5x. اول حاجه الدراري ملي كيقول لك فاكتوريزي يعني عمد، خصك تشوف ليكسبريسيون كامله يعني تقراها كامله وتقلب على العامل المشترك. في هذا ليكزومبل كما كتلاحظوا العامل المشترك هو اللي تلقاه مضروب هنا وهنا، يعني تلقاه هنا فحال ك فوا ا بلس ك فوا بي، كاين نفس ك فوا ا تقلب هنا كيف ما كنلاحظوا هنا الدراري. يعني الدراريات عندنا 3 اكس بلس 5 مضروبه في 3 ناقص 2 اكس، هنا عندنا 3 اكس بلس 5 مضروبه في 2 بلس 5 اكس. كيف ما كتلاحظوا اللي كيتشابه هنا وهنا هو هي هي 3 اكس بلس 5 مضروبه عاوتاني هنا معاوده هي 3 اكس بلس، هي اللي غنعملوا بها هي العامل المشترك. غتولي عندنا تعميل بحال 3 اكس بلس 5. هنا عندنا قواس غنحلوا معقوفه وغنحطوا 3 يعني كاش مضروبه في هذه، هذه هي ا وهنا هي 3 مع 2 زيكس، وكنحطوا السي اللي عندنا هي ناقص، وكنحطوا هاد التعبير بحال كندربوا هذا، غتدرج هادو تحيد هادو تخرج هنا، وداكشي اللي بقى عندنا كتحطو داخل المعكوسه. هنا بقات عندنا 2 بلس 5 اكس، تلقاو كتسد المعقوف. من بعد شنو كدير كتبسط باش يولي عندنا تعبير مبسط شويه. هنا الشباب شنو غنديروا غادي نكتبوا لي زيكسبريسيون، يعني غنبداو نبسطوا هنا هاد العامل كنحطوه هو الاول كنبسطوا داكشي اللي داخل المعكوف. هنا عندنا 3 اكس بلس 5 كنحطوها، وهنا كنحلوا قوس كنبسطوا هنا هنا غادي نضربوا في واحد، عندنا هي 3 موان 2 زيكس 3 موان 2 زيكس موان هاد ناقص كندخلوه تغيرنا الاشاره، يعني ناقص جوج ناقص في زائد غتولي عندنا هي ناقص 5 اكس، وهنا غتولي عندنا هي 3 اكس ايكال عاوتاني 3 اكس زائد 5. وهنا كنبسطوا عندنا 3 ناقص جوج هي واحد، وهنا عندنا ناقص جوج مع ناقص 5 عندهم نفس الاشاره، يعني نحتفظوا بالاشاره وكنجمعوا بيناتهم. ناقص جوج نزيدوا على 5 هي 7 اكس. في هذه الحاله كيف ما كتلاحظوا ولا عندنا الشكل معلم. بالنسبه للرياضيات في التنظيم الدراري ديما ايكال تساوي تيكون داكشي يعني في الرياضيات يعني تساوي. المهم خدموا ليكزامبل الثاني وحطوا لي في الكومونتيرات، كتبوا لي ليكزيرسيس الاول شحال خرجوا لكم هذيك الحاله الاولى، ليكزيرسيس الثاني شحال خرجوا لكم اخرين، ليكزيرسيس الثالث. المهم تسناو الدرس الثالث ان شاء الله اللي غيكونوا فيه المتطابقات الهامه كيفاش كنعملوا بهم، يعني كيفاش كنخدموا بهم. يعني غنشوفوا المتطابقات الهامه من الدرجه الثانيه وغنشوفوا المتطابقه الهامه من الدرجه الثالثه ان شاء الله. قد ما كل نهار ان شاء الله غنحط لكم 2 فيديوهات باش نافونسيو دغيا. وحاولوا انكم تخدموا معايا دقه دقه، اللي ما فهمش شي حاجه يسولني في الكومونتيرات. المهم دابا راه يلاه قديت القناه ان شاء الله، غنقاد لكم جروب في واتساب اللي ما فهمش شي حاجه يسولني تما داكشي. المهم غنخدم معكم كراتويت ان شاء الله، والدعوات ديالكم داو مع والدينا داو لي مع الوالد ومع الوالد، الله يسهل عليكم ان شاء الله تنجحوا في الباك تاخذوا الباك ديالكم. واللي احتاج شي حاجه سواء في الفلسفه يعني كيفاش تخدم الفلسفه فقط، المهم خلوا لي في الاخر في الكومونتيرات. تحتاج شي معلومه يعني تحتاجوا معلومات اكثر يدير الدراري ديال الباك سواء باك علمي سواء باك احرار،
ضروري كتقادم بزاف ديال الاسئله، كتقادم واحد التخوف. ديك الباك عاطينا واحد القيمه كبيره، اما هو غير واحد الساروج غيخليك واحد الباب. ديك الباب ساروج غيخليك باب، شوف حتى ديك الباب شي ارزاق بيد الله. وشكرا لكم اللي كمل الفيديو ان شاء الله.